ضيفي النهاردة في بيوند ذا سيرفيس فنان بمعنى الكلمة، متعدد المواهب، موسيقي، مغني وممثل. حط بصمة للغناء العربي والشرقي في كندا، وأحيا الغناء بسبب مهارته وشطارته وحبه للغناء. أب بمعنى الكلمة، وعشان كده ورا كل المواصفات دي أكيد كان في شخصية تستحق إن احنا ناخدها ونروح معاها في حلقتنا Beyond the Surface. ضيفي النهاردة الفنان ماجد ظريف. النفس البشرية كلها أسرار، ورا كل شخصية ناجحة محبوبة في الكوميونتي كواليتيز كتير محدش يعرف عنها. قصص حقيقية ورؤية وخبرات ودروس وتحديات شكلت شخصيتهم وكونت قوتهم. كل واحد عنده story to tell and to inspire. هنتقابل ونتحاور مع the real person beyond the surface. ده اللي بكرة معاك وانت وحشني وانا وياك بحبك لو قريبني واحبك لو بعد عني واحب اسهر ليالي هواك واحب انده اللي بكرة معاك وانت وحشني وانا وياك. أهلا بيك يا ماجد، نورت برنامج المتواضع Beyond the Surface. اهلا بيك يا غاده، ويا رب كل النجاح والتوفيق في كل حاجه بتعمليها. ربنا يخليك، ميرسي. الحقيقة ماجد أنت شخصية مختلفة ومتميزة، وعشان كده أنا حبيت إن احنا نقعد ونتكلم Beyond the Surface. عايزة أسألك أول سؤال. ماجد، أنت مين وأنت لوحدك؟ انا مين وانا لوحدي؟ أم، بصي، اشكرك على السؤال ده. يعني بس فاهم قصدي؟ فاهم جدا، ومش بحب، عارفه يعني السيت اب بتاعي، يعني كل الناس يعني اللي تعرفني انا شخصيه متاثره جدا بابويا الله يرحمه. فالسيت اب بتاعي دايما بحب اسعاد الناس. however لوحدي يعني شخصيه متألمه للحاجات كتير عديتها، لكن ألم يخليني أفن وأعمل فن ما يخلينيش حزين، لأن في فرق كبير جدا بين الشجن والحزن. ف... فأنا مين؟ أنا لوحدي، أنا يعني متألم بعض الشيء، لكن دايما راضي وسعيد سعادة حقيقية، مش كده وكده يعني. بس الألم ده بيطلع موسيقى حلوة؟ أكيد 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 بيطلع موسيقى حلوة حقيقية. يعني في حاجة شغال عليها دلوقتي، يعني بتصور ان الابداع بيجي من التجارب ومن الالم اللي بجد ومن الفرح اللي بجد يعني. اوكي، طيب. انت سبقتني وقلت ابويا. انا عايزه ارجع لورا للطفوله بتاعت ماجد. الطفوله دي بتبقى طبعا تركيبه من الخبرات والعلاقات وترتيبنا كل واحد في اسرته عامل ازاي، والده والدته اخواته. ادينا كده بلانكة عن طفولتك. بص، انا بتصور يعني ممكن حد يقول لك مفيش حاجه اسمها حظ، كان بتصور ان انا انسان محظوظ طول الوقت، وربنا مرضيني طول الوقت وساتر عليا ومنجحني وموقع في حياتي ناس كويسه، حتى لو هناك ناس مش كويسه بيبعدهم بدون ما ناخد بالي. فانا طفولتي كانت يعني محظوظ. ابويا الله يرحمه اب عظيم جدا، اداني من الثقافه والحنان والعطاء والفن الكثير، تاثرت بيه. لاني دايما اقول كده، علم النفس كده في مقوله: اولادنا بيطلعوا زي ما احنا عايشين، مش زي ما احنا عايزين. صحيح صحيح. وانت كان فنان. ابويا درس ألسن واداب، ودرس موسيقى على كبر، لان هم كانوا من الاقصر. ففكره دراسه تطلع مزيكاتي ارتست
غلط ومش صح ولا يليق. فابويا بمنتهى الرقي درس الموسيقى على كبر، وكنا بنلعب مع بعض. ابويا كان بيلعب كمانجا، فكنت محظوظ. انت طالع من بيت موسيقي يعني، اكيد، مش لوحدك. وامي نفس الكلام، ربنا يديلها العمر والصحه يا رب. لو هي قدامي دلوقتي هنزل ابوس على رجليها. امي ست عظيمه جدا، علمتني يعني ايه نضحي ونعطي، وانا واخد منها حته اللي انا بحب اسعاد الناس دي. يعني امي كانت طول الوقت شاغلها ان عايزه الناس تبقى مبسوطه، وكانت بتلعب بيانو كمان. يعني اللي عرفته منها ان زمان جزء من التربيه اللي انت تتعلم اتيكيت، اللي انت تتعلم بيانو. صح طبعا، ده ست هانم بقى. بالظبط. دي هانم اللي بتعلموا بيانو يعني. وامي حبيبتي بتلعب في دايما حته كده تلعبها على البيانو، اللي هي الناس اللي عارفينها، اللي هي ما نحرمش العمر منك بتاعت العظيم فريد الأطرش. السولو بيبتدي كده بانترو عظيم جدا بالبيانو، فامي كانت دايما تلعبه. وطبعا اختي ربنا يديلها العمر والصحه ويبارك لها في بيتها يا رب. اختي هي اكبر مني، لكن انتوا اتنين بس؟ احنا اتنين، ولد وبنت. واختي يعني بشوفها هي اكبر مني، لكن بشوفها بنتي. العلاقه بينكم وانتوا صغيرين كانت عامله ازاي؟ رائعه، وهي ليها الفضل عليا. هي اللي كانت تخلي بالها منك ولا انت؟ عشان تعرف طبعا في السن وفي البنت والولد، يعني دايما في النوعين، يعني مثلا ممكن هي تبقى بقى دور الماما. اختي هي يعني انا لما كبرت العلاقه تحولت، بقت هي بنتي، بس طول الوقت عشان كنا في مدرسه مع بعض سوا في ابتدائي، كانت هي أيوة. هي الحمى. أيوة. هي هي الجميله، هي اللي بتراعي، هي المسؤوله. هي كمان في الموسيقى ممكن سر يبقى يعني غريب شويه. انا ما كنتش مثلا احب اسمع فتره مثلا اعدادي دي مثلا ام كلثوم ومش عارف فريد هي كانت تسمع ده. يعني هي كانت مثلا هي اكبر منك بقد 3 سنين. اوكي. يعني مثلا انا كنت في اعدادي، هي في ثانويه عامه. كانت هي مثلا تذاكر على ام كلثوم وانا الكلام ده ايه ده تقيل قوي، تقيل قوي. تحب مثلا اغنيه الاطلال دي لحن الصنباطي، لا وبتذاكر عليها، وبتذاكر يعني عليها. في كمان هو ايه اللي بيتقال ده؟ فاختي لا اثرت فيا طبعا، ليها الفضل عليا وهي انا بشوفها كان الافضل مني في كل شيء، ذكاء وحتى موسيقيا كانت مثقفه اكثر مني موسيقيا. فالبيت كده الخلطه ما كانش تبقى غيره، لان ممكن انت بتقول بشوفها ما فيش غيره. ما فيش غيره. وكمان انا اختي يعني كانت افضل مني في كل شيء، حتى في الدراسه كانت شاطره جدا. انا كنت الدراسه دي على الموضوع بقى معايا قلب على كبر، حسيت ان العلم ده حاجه مهمه جدا. بس ممكن ده خلاها هي رول موديل بالنسبه لك جدا. جدا، هي الافضل في كل شيء، وكانت مصدر النصيحه ليا. فانا ممكن اقول في كل اللي حكيته ده، اسرتي وبيتي كانت الخلطه السريه اللي طلعني. اشكرك يا رب، انسان يقدر الفن، يقدر الناس، يحترم الفن، يخليني سوي واقدر اتعامل مع الناس واقدر مشاعرهم كما يجب ان يكون. في موقف فاكره من طفولتك كده اثر فيك، حتى لو كان موقف كوميدي، حاجه كده فاكرها دلوقتي؟ اختي لو هي بتتفرج بقى هتفتكر دلوقتي، بما اننا كنا في مدرسه واحده. كنت فاكر دي حاجه حلوه قوي، لان طبعا هي بتبقى عزوه. تحس انك رايح المدرسه مع اختك دي. انا كنت شقي جدا جدا. ما يبانش عليك، يبان عليك هادي دلوقتي. لا كنت شقي. خلصت الشقاوه. لا كنت شقي يعني بطريقه. فكنت كل مثلا اسبوعين مثلا يكلموا مثلا في البيت، ماجد ده انا لو حلقت زيرو هتلاقي كل دماغي خياطات. مش عارف ايه. فمره من المرات كانت اختي فاكر المشهد ده، وهم كانوا معروف ان هي اختي الكبيره وهي اللي حامي الحمى. فحد كان زقني مش عارف اتعور، فانا فاكر المشهد. فهو عرف لا اختي جايه عليا، فاللي زقني ده جري من كتر خوفه منها، طلع على الشجره. طلع على الشجره. المشهد يعني. احنا بنوجه لاختك كل تحيه، ما شاء الله. ولحد النهارده حبيبتي ربنا ما يحرمنيش منها. هي اللي ليها الفضل في المحبه وبتحبني كما يجب ان يكون يعني. اختي حبيبتي. اكيد الانسان يبقى محظوظ فعلا لما يقع في وسط عيله عندها مبادئ وعندها قيم وبتحبك، كل العناصر الموجوده بتحبك من قلبها. giving
اكيد يعني دي اكيد. كلها فكرة عيد ميلادها 21 فبراير يعني. كل سنة كل وكل سنة لحظة وهي حبيبتي وهي طيبة، طيبة، ربنا كل يدينا سنة العمر وهي الصح. طيبة. وعارفة كمان أقول لك، بيتنا أصحابي اللي في مصر يعرفوا ده، كان دايما البيت اللي مفتوح، عارفة لأصحابي كان هو بيت العيلة. بيت العيلة اه. أبويا عشان راجل من الأقصر صعيدي كان بيحب الشاي قوي، مم. وكان الروتين بتاعه لازم يعمل شاي، فأصحابي كانوا يحبوا يجوا ويسمعوا لأبويا ماجد احنا جايين نشرب شاي عندك، فتلاقي كل الشلة عنده قصص بقى، عنده يقعد قصة، بقى مثقف ستوري جدا تيلر. يا خبر أبيض، وحواديت، وهو راجل مجرب في حياته، وكذلك أمي كمان بعاطفتها ومحبتها، فتحسي كده في فكرة الله. الدفى في البيت. مم. فأنا شارب طول الوقت حب ومحبة. قبل ما نسجل قلت لي ماجد الإنسان عايز يعمل إيه في ماجد الفنان آه وقلت لك والسؤال ده موجود. آه ماجد الإنسان اتعلم إيه من ماجد الفنان؟ إن الفن ده من أجمل الحاجات الموجودة في الدنيا، وبعتبره علاج نفسي. مم. يعني دايما أقول عشان طول عمري بحب ألعب رياضة، من وأنا صغير كنت بلعب هاند بول، فدايما أقول يعني الفن ده اللي مش عايش من غير فن ورياضة ده فايته كتير قوي. صحيح. فتعلمت من الفن تحديدا ان هو خليك فرحان كده وسعيد، سعادة حقيقية قد أنا يكون بتهيألي علاج. كمان بيهذب جدا البيهيفير والطول البال، أكيد لأنه ده طبعا فعلا ثيرابي زي ما أنت قلت. جدا، وانا حاسه كمان مع اولادي. يعني جزء مع اولادي مثلا روتين بنعمله قبل ما ننام بالليل، نقعد نلعب شوية مزيكا، الله. فهم أثر عليهم. وهما يعني مين مهتم بالمزيكا؟ في حد منهم شكله يعني ناوي؟ الاتنين جدا. الاتنين. هفرجك على فيديو لابني بيلعب كده حتة مزيكا، ويعني I'm so proud of him. أكيد. برضو يطبق فكرة أولادنا بيطلعوا زي ما احنا عايشين، مش صحيح. زي ما احنا عايزين. يعني ممكن أبقى عايز ابني كذا، بس أنا مثلا ما بعملش ده، فلا يمكن الكلمة اللي هتأثر، الفعل هو اللي بيأثر أكتر. عندك حق، عندك حق. بس فعيالي هما الاتنين طالعين في حتة الموسيقى دي. ماجد أنت فول تايم داد، ودي مسؤولية كبيرة جدا. بتعمل بالانس ازاي ما بين الفول تايم فاذر وما بين شغلك ومواعيدك وحفلاتك؟ وانت ما شاء الله يعني انا زي ما قلت فعلا انت عملت بصمة في الغناء أشكرك يا رب. العربي والشرقي في كندا، وعملت لك كده كارير باث، أشكرك يا وما رب. شاء الله بقيت بتخرج من اونتاريو وتروح أشكرك يا رب. لفانكوفر أشكرك يا رب. وتروح لكالجاري، وان شاء الله كمان تطلع بره إن قريب. شاء الله. how do you handle ده مع انه انت المسؤول عن الاولاد؟ شوفي أنا دايما بتصور كل واحد في الإنسان ربنا مخليه في الدنيا علشان غرض. مفيش حاجة عند ربنا صدفة ولا عشوائية، كل حاجة يعني إلهنا إله نظام يعني. فبحس إن ربنا مديني العمر والصحة دلوقتي علشان عيالي، فأنا مهما تعبت في طول يومي، هما يعني العيال هما الحضن، هما الراحة. وبرضو علشان ما بقاش بتكلم بمثالية، في مقولة كده، العيال بعدهم قد يريح الدماغ لكن يتعب القلب. صح. لان انا جه في فتره دراميه، مش عايز انكد على الناس كده، اضطريت ابقى بعيد شويه عن عيالي لظرف ما، فكان قلبي وجعني. قد يكون دماغي مستريح من الدوشه والزن عندك حق. لكن ادركت يا سلام، محبب على قلبي وجع الدماغ، لكن راحه القلب هي اهم راحه في الحياه. فانا بحس ان ربنا كرمني وساتر عليا ومزودني علشان عيالي، فبعرف اهندل ده ازاي. روتيني بيبتدي بعيالي وبينتهي يعني بعيالي. يو ميك شور انه دايما في كواليتي تايم للولاد وسط كل طبعا. مش كل الناس يا ماجد بيعملوا كده. بصي انا وخصوصا احنا بنتكلم في بابا مش في ماما. ما انا بابا وماما يعني انجلينا بنتي احنا بتقول لي يا ماما حبيبتي دي عمر. لا هي مش برضه هقول لك انه مش كل الابهات ومش كل الامهات بيقدروا يدوا كواليتي تايم، فحلو ان انت مركز في موضوع الكواليتي تايم ده، بتعلمهم مزيكا. يس بتديهم من يور بيهيفير، الطريقه اللي انت عايش بيها. عجبتني قوي المقوله بتاعتك دي. يس جدا جدا جدا. بصي لا اكفيك سرا، بعد
يعني تجربتي فقدان زوجتي الله يرحمها، الله يرحمه. ما كنتش انا نفسي، يعني كنت متاثر، فكنت مقصر مع عيالي في حزني كان خلاني مقصر مع نفسي ومع عيالي. فابتديت لاني ربنا عادل وكله حاجه بيعملها للخير، فابتديت افوق وابتدي اذاكر ازاي نهتم، ازاي كمان، لان انا دايما شخصيه متعاطف ومتحيز جدا للست، بشوفها هي المهم والاهم. فازاي اكون اعمل الدور ده اللي حرمت من ان يكون شاركني فيه. ايوه. فازاي يعني على قد ما اقدر اكمل هذا الدور. فالحمد لله ابتديت افوق لنفسي وابتديت اذاكر. كنت مقصر قبل كده، لكن الحمد لله ربنا ارشدني ان انا المفروض اعمل 1 2 3 4. وده يعني شيء يحترم، لان احنا من حقنا ان احنا نقع في اوقات، ومن حقنا ان احنا ما نبقاش يعني بيقولوا ايه well planned ولا well structured، بس احنا بنقف وبنرجع نعيد حساباتنا ونحط بلان للمصلحة بتاعت ولادنا والناس القريبين واللي بنحبهم. أكيد. فحلو ان انت نفسك شايف ان انت ما كنتش طبعا and then now you can. طبعا طبعا. أشكرك. اكتر حاجة بتزرعها في ولادك عشان عايز تجني ثمرتها لما يكبروا، اكتر المبادئ او الفاليوز اللي انت بتركز عليها جنب الكواليتي تايم طبعا وكده؟ المحبة والاحترام. فمن لا يحب لا يعرف الله، إن الله محبة. المحبة دي أجمل شيء في الدنيا، المحبة الحقيقية. لأني مش كل محبة، أحكي لك أنا تجربتي، يعني مش كل محبة هي محبة حقيقية. يعني في محبة ربنا يعني يبعدنا عنها. في حاجة كده النظارة قباني بيقول لك يتقابلون بأذرع والكره في عينيهم قد أطل من العيون. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. فأنا دايما يعني المحبة الحقيقية والاحترام. ليه بقى الاحترام؟ لأن حب بدون احترام قد يكون هو منتهى الكره. صحيح. عارفة زي لما 2 صحاب يهرجوا مع بعض، حد مثلا يهرج معاه تهريج مش لطيف قدام الناس، أنا بشوفه ده قد يكون قمة الكره. حتى لو مثلا خدوا على جنب قال له يا عم أنت عشان صاحبي. فالمحبة والاحترام حتى في طريقتهم. يعني عيالي بعمل حاجات كتيرة أكيد بتضايقهم، لما أقول لهم مثلا ناموا بدري على فده حاجة مضايق بابا. عملت لهم امبارح رز الصراحة ما يتاكلش، فحاولوا يعبروا عن ده، فلقيتهم علوا صوتهم لا احترموا. رز وحش بس هتحترمه. الرز بس كلوه هناكله. لا هو ممكن ما ياكلوش بس ما يتعدوش ما يتعدوش ويمثلوا ويقولوا الرز حلو كمان، ما يجراش حاجه. خليكوا عليا. فهو المحبه والاحترام. علشان كده انا حتى في حياتي اكيد محافظ على ده. لما بلاقي اللي قدامي شويه هيفقد الحته دي في سلام، يعني بنسحب، ما بعرفش اتعامل غير بمحبه واحترام. برافو. فده زرعه في العيال، وده فعلا مهم وهتجني ثمرته. لان هم لما يبقى يعني الولاد عندهم باوندريز يطلعوا كده اشخاص فاضلين. احنا طبعا مش بنتكلم في المدينه الفاضله، صحيح، بس حقيقي الناس اللي بتتعامل مع بعض باحترام مش موجودين كتير، لكنهم مميزين، لكنهم ستارز. انا من وجهه نظري بشوف كده. طبعا. عارفه مش فاكر يا ربي شفت كلام يخص يعني حضرتك وبعد اذنك وتمام وشكرا، شويه اكسبريشنز كده فقدت في الزحمه. صحيح. بقينا تيك اواي حتى في احترامنا لبعض. لا ده مش هيلثي خالص يعني. فالاحترام ده مش عايز اقول في بعض الاوقات قد يكون اهم من الحب، لكن الكومبو ده مع بعض لو مش موجود بلاش منه. محنة يا ماجد عديت بيها وطلعت منك احساس انها منحة. اكيد يعني اكيد تجربة فقداني لزوجتي الله يرحمها. طبعا دي محنة قاسية، بس ازاي طلعت منها؟ بصي انا دايما اقول كده، حتى الناس اللي شهدت على قصة الحب يعني بتاعت ساندي الله يرحمها، الله يرحمها، انا دايما اقول كده، ساندي دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي.
يعني انا دايما اقول ربنا مرضيني، وعمل معايا حاجات كده، بشوف ان هو مدلعني، بشوف ان انا ابن مدلل. آه، فقمة المرضية والجمال واحلى حاجة حصلت في حياتي هي سدي. مم. وبعدين فكرة تعبها وانتقالها كان سريع جدا يعني. فكانت سبحان الله. طبعا الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. ولكن دخلت في نوبة، آه، حاشا لي طبعا انا اعترض على سيناريو مم. يرسمه ربنا، لان لا يوجد افضل واحسن من السيناريو الالهي. لكن دخلت قد يكون قلة ايمان مني، يعني دخلت في ليه يعني كبشر لا احنا ليا بشر، احنا ضعفاتي. بشر كلنا بنتعرض اه لمواقف مش قدنا، اكبر مننا. يعني عارفه مثلا في فقداني لابويا، رغم ان انا كنت مرتبط جدا بابويا ودايما اقول كده، مم. لكن ما دخلتش في نوبه، يعني استغفر الله العظيم يا رب، ليه يا رب ما دخلتش فيها قوي. يمكن عشان السن. بس انا ابويا كمان ده كنت متخيل كده انه هيفضل ايوه قاعد كده وهو كله هيروح وهيفضل هو قاعد. سبحان لكن الله. بس احنا لكن احنا بنتعلم بقى من الحاجات دي. بنتعلم. طب. اجين ردا على سؤالك، المحنه دي. محنه كانت قاسيه جدا، مم. لكن بفضل ربنا وبطبيعه الشخصيه ومكمله لمرضيان ربنا ليا، يعني عديت منها. الحمد لله. انا لا اخفيك سرا، ما كنتش بلان خالص انا اجي كندا اصلا. مم. بتصور ان انا يعني الحمد لله جيت وربنا رضاني. بتصور ان انا نجحت، قد يكون نجاح مش هو اللي بطمح ليه، بس حققت، يعني اكون حققت مثلا 20% من اللي انا عايز اعمله. ف ف ف فهي دي المنحه، سبحان جدا الله. جدا. النجاح والمسؤوليه، ايه العلاقه بينهم ومين بيحط على مين؟ بصي، النجاح هاخد من حضرتك كلمة مم. النجاح ده، انا بتصور ما ينفعش حد يبقى ناجح في حاجة، لازم تبقى ناجح في كل حاجة. يعني مثلا بتشوفي فور ان اكزامبل، بتشوفي حد ناجح في شغله جدا وفاشل مثلا في بيته. مم. فبتشوفي حد ناجح جدا في بيته لكن مش ناجح في شغله. بتشوفي حد ناجح في علاقاته الاجتماعية سوبر وفاشل في الاتنين اللي انا قلتهم. صحيح. فالنجاح هو مسؤولية، ان انت تبقى مسؤول ان انت ناجح في كل الافرع والفروع اللي انت بتتعامل فيهم في حياتك. وده طبعا يبقى البست كيس سيناريو. اعتقد يعني انا بحاول دايما اعمل لده، وبطور من نفسي كل شوية، بقارن امبارح بالنهاردة ببكرة، عايز ابقى بتحاسب الافضل. نفسك كتير؟ جدا انا قاسي جدا، انا بايخ قوي في الموضوع ده. لا بس دايما نقول بقى يعني في مم. الحاجات السايكولوجي وعلم النفس والانتربيرسونال سكيلز، انه بجد احنا محتاجين نطبطب على نفسنا، يعني نحاسبها ونقف لها ونراجعها، بس نبقى حنينين عليها. اصل صح. احنا ما طبطبناش على نفسنا، مين مين هيطبطب علينا يا فندم؟ لقيت الطبطبة. كده احنا مش هنلاقيها خالص. طبعا الحوار بتاعك ما يخلصش، الله يخليك. وامتعتني وما حسيتش بالوقت. بس الله انا يخليك. عاده في نهايه الحوار بسال جوفي 3 اسئله، اقراهم واختار واحد يكون بالنسبه لك ابيلينج. لا اقراهم صوت عالي. يا نهار ابيض. اكتر طبع نفسك تبطله؟ اوكي. اكتر شيء يسعدك؟ اكتر حاجة بتخاف منها؟ انا اجاوب على الثلاثة ولا واحد منهم؟ لا اختار واحد كفايه. اه بصي، هعمل ميرج كده بطريقة غير مباشرة. اكتر طبع نفسك تبطله؟ بصي انا كل الضيوف بيختاروا السؤال ده. بصي هو كنت اعتقد انها ميزة. انا دايما عندي حاجة، كمان اللي يعرفني اكتر في مصر ممكن هنا ناس بتصور رغم ان عرفتني لكن لسه ما عرفتنيش. انا عندي دايما فكرة حتة جبر الخاطر. عندي جدا فعلا بتسعدني. لكن في عايز اهذبه.
لاني ممكن جبر الخاطر اللي بزياده يفرمك. يفرم في الاخر بيحصل موقف تلاقي انت في الاخر غلط، مع ان انا ما كانش غلطي غير اكس واي زد. اساعده بطريقه ما، اشجعه بطريقه ما. فعايز اهذب الموضوع، عايز اشتغل على الموضوع ده، انت لاني ما تجيش على نفسك قوي. ما اجيش على نفسي حتى في يعني في امور كثيره يعني دون ذكرها. ممكن تساعد، لكن تبقى فيرم في بعض الامور. فالبالانس ده مهم. انا فاكره ان في موقف كده انا وانت اتحطينا فيه، وانت يعني قلت لي نعمل كده، وانا قلت لك انه ده اكستريم. ولكن انا يس انا يعني انا اشكر ربنا جدا. انا يعني تغيرت، لاني انا نيتي هو جبر الخاطر وليس اشياء اخرى. بس اوقات الناس بتستغل ده in a different way، فاحنا طبعا محتاجين نريجوليت ازاي بندي وازاي طبعا يعني انا اعترف لازم الواحد يشتغل على نفسه طول الوقت ويهذبها ويعلمها. لاني ادعاء الشيء هو عكسه، ادعاء اللي انا ما عنديش مشكله هو عكسه، ادعاء التواضع هو قمه الغرور. ادعاء فعلا. فانا لا ادعي ان انا احتاج ان انا اشتغل على النقطه دي جدا. ماجد، قبل ما نقفل عايزه اسالك حاجتين. اول حاجه، كان في سؤال كده انت كنت متوقع ان انا هساله لك لما قلت لك عايزين نسجل حلقه مع بعض وما سالتهولكش. مع انه والله انا بقيت على قد ما اقدر. السؤال ايه اكتر حاجه بتضايقك مثلا؟ يعني توقع، اعتقد اكتر حاجه بتضايقني انا كمان يعني. بلاش يعني مش يعني خلاص مش هنجاوب بقى. احنا عايزين نصلح بقى، احنا عايزين نصلح ونحسن. بالظبط خلينا بوزيتيف يعني. طيب، هدي لك الميكروفون واقول لك لو في سؤال عايز تسالهوني انا كغاده اسالهوني قبل ما نقفل. اشكرك يعني لده. اولا انا جاي برضو بقول ما بقاليش كتير في كندا، بقالي 3 سنين. ربنا كرمني بناس كتير حلوه، حضرتك منهم. بعتز بيكي كاخت عزيزه وغاليه على قلبي، وبيقولوا ان احنا شبه بعض جدا يعني انت القمر كله يعني. فبعتز بيكي جدا، وبشوفك راقيه ومثقفه وفنانه كمان. انا يفرق معايا لاي حد بيعمل حاجه يعملها بحس فني كده. انا بشوفه طبعا، انا عارف جذور الفن جايه منين طبعا. ف نفسك في الفن او في الكارير او في البرنامج اللي حضرتك بتعمليه، نفسك يروح لفين؟ اوكي. انا يعني تعمقت قوي في النفس البشرية ودرست حاجات كتير، ولقيت انه ده حاجة انا حباها قوي، وبرغم ان انا الكارير الاساسي بتاعي ملوش علاقة بده. وابتديت اعمل محتوى اتكلم فيه عن ده، وبعدين لقيت ان انا مش عايزة افضل اتكلم لوحدي. انا عايزة اتكلم مع بني ادمين في الكورس بتاعتهم، هما بيفكروا ازاي، وحابة كمان الناس تسمع. ولاني مؤخرا اكتشفت فكره ان انا بحب اتكلم مع الناس واعمل معاهم انترفيوز، فقلت اوكي البرنامج ده هيطلع من كل ابيسود هنعمله حاجات تو انسباير اذرز بيتفرجوا علينا. فاتمنى ان الناس اللي هيتفرجوا علينا في الحلقه بتاعتك they will get inspired، لان انت فعلا شخصيه فيها qualities كتير قوي would inspire a lot of people. الله يخليك. ممكن يكونوا ما يعرفوكش اصلا. فانا الحقيقه يا ماجد فعلا كنت سعيده جدا بالحلقه دي. الله يخليك، وانت نورتني، وانا سعيده ان احنا بنصور في الاستوديو بتاعك، الاستوديو اللي بيجمع مواهب واكتيفيتيز وانشطه فنيه من كل الاشكال. بتمنى لك كل التوفيق كفنان وكبابا. اشكرك من كل قلبي. شكرا. نورت بيوند ذا سيرفيس. شكرا. شكرا.